اليوم الحقيقة قضيته في المؤتمر تبع كونكورديا العالمي اللي بيحضروا كتير رؤساء وكتير زعماء شركات. عم بحكي مع الناس الأجانب من جميع أنحاء العالم. واللي لفت نظري إنه كتير ناس سمعانين بلقاء الرئيس، يعني حكيت مع ناس من كولومبيا، من البرازيل، من أمريكا، من بريطانيا، كلهم رؤساء تنفيذيين وناس مهمين. يقول لي المقابلة تبعت الرئيس هيستوريك، شيء تاريخي. لفت نظري الحقيقة رئيس تنفيذي لشركة نقل عالمية. عم بحكي معه، قام اجى قال لي المقابله تبعيت الرئيس السوري يعني شغله عظيمه. قلت له شلون انت لك علاقه شيء بسوريا يعني او بتعرف ناس سوريين؟ قال لي لا، بس انا حصل معي موقف طريف. مره كنت في لندن وكنت في مطعم، بالصدفه كان فيه بشار الاسد، عرفت انه في مسؤول هنيك، وكنت عم براقب هذا الشخص كيف عم بتصرف، الطريقه اللي كان عم بتصرف فيها مع الناس والناس اللي حواليه كيف عم بتصرفوا، وعرفت انه هذا الشخص سيء وسيء للغايه. قلت له واو. قال لي على العكس تماما رئيسكم. قال لي امبارح انا باللقاء حضرت وشفت انه قاعد مع الجنرال اللي كان عم يطارده لمده 10 سنين، وهذا الجنرال عم بيقول له للرئيس انه انا احد المعجبين فيك. والشيء اللي لفت نظره، قال لي انا بحضر كثير اجتماعات ل رؤساء دول بحكم منصبي وبحكم اماكن اللي بروح عليها. قال لي بدخل الرئيس بتدخل معه حاشيه بتخوف، تلاقي كل واحد طوله مترين وشكله عامل هيك، ويعني المكان كله منقلب. قال لي هذا الرئيس دخل ما شفت حواليه غير 3 4 اشكالهم ما بتقول عليهم سيكوريتي، يعني انا عم بقول هذا الجماعه ما لهم سيكوريتي. فقال لي انا من اول ما شفت هذا الرئيس عرفت انه هذا الشخص تاريخي، وهذا شخص محبوب من شعبه. هذا شخص امريكي ابيض. قال لي انا ما بعرف شيء عن سوريا، بس كانت هي الملاحظات. الحقيقه حتى الزلمه قال لي هذا الرئيس راح يغير، وهذا الرئيس محبوب، يعني عيونه شوي دمعت انه مبسوط انه سوريا تغيرت من هذاك الرئيس الاحمق الى هذا الرئيس. مبروك عليكم.